الرسول سبحان الله. نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذا الداعية. يعني وين ما تروح في المناطق اللي بتسافر عليها، مناطق بدك بيكون معك دليل سياحي، إلا أدلاء سياحيين عن الدين والعقيدة والتوحيد. فهذا الرجل في البقيع الله يجزيه الخير، هذا الرجل الداعية، اسمع ماذا يقول للناس، كيف بيوعيهم من الشرك ومن التوسل الغير مشروع. اسمع الله يحفظه يا رب، جزا الله عنا كل خير. يأتيني سائل يقول لماذا طيب في قبور محددة؟ نقول قبل 300 سنة بنيت البقيع، وهذا مخالف لما عليه الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أمير المؤمنين علي يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله، ألا أجعل صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لكن للأسف بنيت القبور ورموا بهذا الحديث على الغائب، فقبل 100 سنة أزيلت، هذه آثار القبور المبنية بنيت على من؟ الله أعلم، لأنها لم تكن في عهد الصحابة مبنية. نعم، خديجة وميمونة في مكة، بقية الزوجات في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين دفن بيده الشريفة بعض صحابته، منهم سعد بن معاذ موت عبد الرحمن، ودفن ابن عبد الله بن القاسم ما كان عليه الصلاة والسلام. نعم في البقيع، يذهب إلى قبر فلان أو فلان. دفن جليبيب؟ نعم دفنوا 10 من الصحابة، ولا أحد يستطيع. كم صحابي مدفون في البقيع؟ في البقيع. أنا أعطيك مدة تاريخية بسيطة سريعة على البقيع بس ما يبني. نعم الشيخ، كانت هنا موجودة قباب هنا في البقيع. نعم بنيت بعد عهد النبي ب1000 سنة وأزيلت قبل 100 سنة، فليست حجة علينا المخالفة هذه، إنما الحجة علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب يا شيخ، سيدنا العباس ما توسل بسيدنا وسيدنا. ايوه انا اشرح لك هذا تجرب عادي، بس البرد ما اخذك زياده، جرب عادي. التوسل 3 انواع: توسل مشروع، توسل ممنوع، توسل شركي. توسل مشروع 3: التوسل باسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. لما سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه توسل بالعباس، لا بالعباس بذاته، لان ذات النبي افضل من ذات العباس، انما بدعاء العباس، وقال: كنا نتوسل برسول الله ولا نتوسل بعم رسول الله بدعاء عم رسول الله. فهو التوسل بالدعاء يجوز. كان الصحابه في عهد الحبيب محمد يقول: يا رسول الله ادعو الله لنا جدبت الارض والسماء، فكان النبي يرفع يده ويدعو لهم. لما مات الحبيب ما احد من الصحابه ذهب الى قبره، توجه العباس الحي. فهمت؟ هذه هي المساله، فلا تؤخذ على انها بالذات. نعم. يطلب من الدعاء كما تذهب عند امك الان تقول: يا امي ادعو لي، لكن لو ماتت امك تذهب الى قبرها ادعو لي. الانبياء كلهم توسلوا بسيدنا رسول الله. هذا ما صح، هذا ما صح.